هتشوفوا الفيديو بنات انا اعتذر جدا، لان الفيديو انا صورته وانا في حالة ما يعلم بها الا ربنا. انا فتحت الدواليب وفتحت الشنط اللي انا مخزنه فيها حاجه جوزي الله يرحمه، طلعت الحاجه كلها بتاعته اللي انتوا عارفين ان كل حاجه فيها ليها ذكرى عندي وبتفكرني بيه. فانا صورت الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي دوت وانا في حاله ما يعلم بها الا ربنا، فبعتذر لكم من قبل ما تشوفوا الفيديو. واي حد ما بيحبش طاقه سلبيه او ما بيحبش المحتوى اللي من النوع دوت مش لازم يدخل يتفرج على الفيديو. بس بجد انا كان لازم افضفض، وما كنتش عارفه ان الفيديو هيوصل للمرحله ديت من قبل ما اصوره. انا كنت بادئه الفيديو بان انا بشكر الناس، لكن ما كنتش اعرف ان الفيديو هيروح لمكان تاني خالص. بعتذر لكم تاني من قبل ما تشوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو دوت. طبعا يا جماعه في البدايه انا بشكر كل الناس اللي تفاعلوا على الفيديو بتاعه كتب جوزي. بشكركم جدا جدا على ارائكم ونصايحكم. ناس كتير فعلا نصحتني بحاجات كتير. انا عارفه ان الخطوه دي اتاخرت سنين يا جماعه، كان لازم اعملها من اول وفاه جوزي الله يرحمه. لكن يعني هي دي مشكله عندي، يعني مشكله بالنسبه لي انا لحد دلوقتي. يمكن صعب عليا يا جماعه ان انا اوزع حاجته قدام عيني، اشوف حاجته بتتوزع وبتروح لناس تانية، حتى لو كان ده هتكون عايد بالثواب عليه هو. فدي صعب، يعني يمكن دي مشكلة عندي، يمكن انا محتاجة اتعالج نفسيا. انا لحد دلوقتي مش معترفة حتى قدام نفسي ان هو توفى. لما بقول المرحوم جوزي يعني الجملة نفسها بتبقى غريبة بالنسبة لي، مش اعتراض مني على حكمة ربنا والعياذ بالله، لكن يمكن انا محتاجه اتعالج نفسيا. صعب عليا ان انا كنت اخد الخطوه ديت واوزع حاجته كلها، خاصه ان انا برتاح نفسيا. يمكن بفكر ان ده خيانه ليه، ان انا بمحي سيرته من الدنيا كلها، ان انا اوزع حاجته. اعتذر طبعا، ما كنتش عايزه اعيط. يمكن انا مصوره الفيديو الصبح بدري قبل ما الولاد تصحى، مش اعتراض مني على حكمة ربنا. أنا مؤمنة وعارفة، بس يمكن أنا برتاح لما بحس إن في حاجته موجودة لما بوزعها أو بديها. أنا وزعت كتير، لكن إن أنا أمحيها كلها ده صعب بالنسبة لي، إن أنا أمحي سيرته من الدنيا وحاجته. أنا مش عايزة أعيط يا جماعة، معلش أنا آسفة، مش عايزة أكون طاقة سلبية لحد. يمكن أنا بعمل نفسي قوية، لكن أنا مش قوية خالص. يمكن ناس كتير بتفكر ان انا اتخطيت، انا لسه ما اتخطيتش لحد دلوقتي، بس الحياه لازم تمشي عشان خاطر عيالي. يمكن دلوقتي 2.5 سنين، بس لحد دلوقتي لسه ما اتخطيتش. اصعب حاجه انك تكتمي احساسك عشان الناس اللي حواليك، عشان عيالك يقدروا يعيشوا، وعشان الناس ما يقولوش ان انت مش مؤمنه مش راضيه بقضاء الله. انا اسفه يا جماعه، لكن فعلا انا ما اتخطيتش لحد دلوقتي. ان انا بفضل عشان ما افكرش، خاصه لما الولاد كلهم مثلا بيروحوا، اللي بيروح شغله واللي بيروح جامعته، عشان ما افكرش اروح قلب الدولاب كله على الارض، بالرغم ان هو متروق متنضف تمام ما فيهوش اي مشكله، اروح قلبه كله على الارض وافضل اطبق من اول وجديد عشان اشغل نفسي في اي حاجه، ان انا ما افكرش. المطبخ المواعين مغسوله ومحطوطه في الرف، اقنع نفسي ان هي اتطربت، ان فيها دبانه وقفت عليها. اقنع نفسي باي حاجه ان انا اشيل كل الاطباق وكل الحاجه واغسلها من اول وجديد، افتح الظرف واغسلها من اول وجديد. اقنع نفسي ان الغسيل بعد ما غسلته ونشرته ولميته لا ده ريحته مش حلوه، اغسله مره تانية. اشغل نفسي باي حاجه عشان ما افكرش. فاحساس وحش قوي، يعني احساس وحش، يا رب ما حد يشوفه ابدا. انا عارفه ان الخطوه دي كانت خطوه لازم اعملها من مده، بس انتوا اديتوني دفعه
فيها وشجعتوني ان انا اعملها. ناس كتير قالوا لي هي الكتب يعني معلش يا ام عدول، هي الكتب ديت اغلى من صاحبها. صاحب الكتب نفسه راح فين؟ قالوا لي وزعي الحاجة كلها تبقى صدقة جارية على روحه. هما اللي حاجته مش هتبقى أغلى من صاحبها، مش هتبقى أغلى من صاحب الحاجة. هما الولاد من زمان هما بيحاولوا يقنعوني بنفس الكلام، بس يمكن برضو الواحد لما بيسمع من كذا حد، فالخطوة اللي أنا هاخدها النهاردة دي جماعة صعبة قوي، ما كانتش سهلة بالنسبة لي. واعتذر مرة تانية عشان ما كنتش عايزة ادي لحد طاقة سلبية. تعالوا بقى نشوف فيديو النهاردة هيمشي ازاي. عارفة ان انتوا كان عندكم حق، يمكن هي دي الحكمة من ان الحاجة بتاعت المتوفي لازم تطلع على طول في نفس الاسبوع، لازم تطلعيها على طول، لان لو اتأخرتي زي ما انا اتأخرت كده فيها وبتيجي تطلعيها بعد كده، ده بيبقى تجديد للاحزان كأنه لسه متوفي النهاردة بالظبط. فالخطوة دي كانت صعبة قوي قوي عليا يا بنتي، صعبة يا بنات والله جدا جدا. هعتذر لكم مرة تانية ان انا ما كنتش عايزة ابقى طاقة سلبية، بس حبيت اطلع افضفض شوية، لان الخطوة اللي انا هعملها مش سهلة عليا خالص. ان شاء الله باذن الله يعني هعمل بنصيحتكم، وهعمل كل اللي انتوا قلتوا عليه واللي ولادي كانوا دايما يقولوا لي لازم اعمله ان شاء الله. وهوريكم بقى هعمل ايه والخطوه اللي انا خدتها ايه هي، وان شاء الله هتبقوا معايا خطوه بخطوه، لان في فكره يعني ابني قالها وسبحان الله بعد ما ابني قال لي الفكره ديت شفت ناس في التعليقات كتير قالوا لي نفس الفكره، وان شاء الله هعملها وهتبقوا معايا فيها خطوه بخطوه، وهقول لكم عليها باذن الله. بس اكون فايقه شويه لان النهارده انا عشان طلعت الحاجه فنفسيتي تعبانه جدا، مش قادره ان انا اكمل الفيديو. فلما ارتاح شويه نفسيتي تهدى شويه ان شاء الله اكمل بقيه الحاجه، لان دي محتاجه مجهود بدني ومجهود يعني نفساني كمان، محتاجه نفسيتي تبقى مرتاحه شويه. فامتص الصدمه بس شويه يا جماعه، وبعدين هقول لكم ونعمل فيديو ان شاء الله تبقوا معايا خطوه بخطوه انا هعمل ايه.